ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن مفهوم او مصطلح كده ممكن يكون بيوقع شوية من المعالجين وهم شغالين مع الحالات. المصطلح ده اسمه الابيرنت competence او الكفاءة الظاهرة. احيانا بيجيلنا حد مش متعطل، يعني احنا لما بنيجي نشوف المشاكل اللي عند الناس، التعطيل بيبقى حاجة من الكرايتيريا او من المعايير اللي بنشتغل بيها، ونشوف اللي قدامنا ده لو متعطل درجة التعطيل بتاعته ايه، وبناء عليه بيبقى عنده مشكلة. اللي عنده كفاءة ظاهرة بيكون مش متعطل ظاهريا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو حد ناجح في شغله، بيأدي شغله بكفاءة، طالب من نفسه حاجات معينة يأديها وبيعملها كويس، وممكن يبقى محبط لو ما أداهاش بالكفاءة اللي هو عايزها. حد بيأدي أدواره بشكل كويس جدا، حد ممكن يكون بيساعد الناس اللي حواليه بشكل كويس جدا. لكن تعالى نشوف بقى الدنيا جوه عاملة ايه. هو حد مش كويس، مضغوط، لكن المشكلة ان هو بيبقى شايف او عنده فكرة ان طلب المساعدة عجز، ان هو انا لو طلبت المساعدة الناس هتشوفني عاجز. وقابلت الكلام ده مع حالات ان حتى طلب المساعدة كان عزيز عليها ان هي تطلب او تقول انها محتاجة مساعدة نفسية. بنتكلم بقى ان الكفاءة الظاهرة ليها خطورة في ايه؟ في ان اول حاجة الناس اللي حواليه ما بيبقوش مدركين حجم المعاناة اللي هو فيها. ليه؟ حد مش متعطل، حد بيأدي، حد بيساعدنا. تاني حاجة هو نفسه بيبدأ يتجاهل احتياجاته. تالت حاجة فيما تخص العلاج، إن في بعض المعالجين شايفينه راجل حد كفء، حد شغال، فممكن يضغطوا عليه أكتر بالواجبات أو بالمهارات اللي مطلوب يتعلمها. هو أساسا منظر، يعني هو مش كويس إنه يقدر يأدي الحاجات دي وعنده كفاءة ظاهرة. الشخص اللي بيبقى كده بنتعامل معاه ازاي؟ بندي مساحة الأول، أو بنوضح له أو بنعمل له توعية، يبقى عنده وعي واستبصار بأن هو عنده الحاجة دي. هو حد متعطل من جوه بس من بره عامل نفسه بطل وسوبر هيرو. فبنوضح معاه الموضوع ده وبنبدأ نتكلم بقى عن المشاعر والاحتياجات ونخرج الدنيا بالراحة. بيبدأ يشوف قد ايه هو يعني الدنيا بالنسبة له كانت محتاجة انها تبقى أوضح، وان هو يتعامل على هذا المستوى من المشاعر او ما يتجنبش هذه الاحتياجات. ده كان ببساطة المصطلح بتاع الكفاءة الظاهرة. اشوفكم على خير فيديو كده ان شاء الله.